السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مستمرين في الأكلات الزمن الجميل، أكلاتي القديمة. بإذن الله هعمل إيه؟ هعمل كشري البطاطس. كشري البطاطس ده من الأكلات الجميلة الحلوة اللي كان الأطفال والكبار كمان بيحبوها. الأطفال كانوا بيحبوا الأكلة دي قوي، برضو جميلة كده، كنا بنحبها واحنا صغيرين جدا. نخش بقى على المقادير. هي مقاديرها بسيطة كده، ما فيهاش أي حاجة، كلها إن شاء الله تلاقيها متوفرة عندك في البيت. معايا نص كيلو رز مصري، ومعايا بطاطساية كبيرة مقطعاها مكعبات، ومعايا طماطمية مقطعاها برضو قطع صغيرة أو تضربيها في الخلاط. هي طماطمية واحدة. أنا مش عايزة الرز يبقى أحمر، أنا عايزاه يبقى بامبي، رز لونه بامبي كده. والتوابل بقى كانت ومعايا بصلايه. البصلايه برضو هقطعها زي ما قطعتها لكم المره اللي فاتت، زي ما كانوا بيقطعوا. انا هعمل اكله زي ما هي بالظبط. كانت التوابل بتاعتهم بسيطه، اللي هي فلفل اسمر وكمون. طبعا انا حاطه فلفل اسمر وكمون والملح، وحاطه شطه حسب الرغبه. انت عايزه تحطي شطه حطي، مش عايزه بلاش. وربع ربع قرن فلفل احمر، برضو عايزه تحطيه حطيه. عشان احنا بنحب الحاجه سبايسي، فيعني احنا بنحبها كده يعني. دلوقتي نروح بقى ان شاء الله على البوتاجاز. دلوقتي حطينا حله على البوتاجاز، ولعنا البوتاجاز. تقريبا الحله سخنت. هنحط فيها معلش بعتذر، انا نسيت قلت يعني مش معقول هنعمل الحاجه دي من غير ماده دهنيه. معلقتين زيت ومعلقه صغيره سمنه. طبعا الزيت علشان السمنه عشان الطعم واللمعه، والزيت عشان يبقى مفلفل. والبصلايه معايا اهي، هوريها لكم برضو. انا وريتها لكم المره اللي فاتت، بس عشان اللي ما شافش فيديو المره اللي فاتت يا ريت تتابعوني. وطبعا بشكر كل اللي بيتابعني بصراحه، يعني ربنا يخليهم ليا وما يحرمنيش منهم ابدا. يعني مش عارفه اقول لهم بشكرهم على تعليقاتهم اللي بتفرحني، وبشكر كل اللي دخل عندي جديد. انا سعيده بيه، ويعني اسعدني مرور العياتر في قناتي. كل الشكر ليهم من فضل. شايفين انا بقطعها ازاي؟ صغيره جدا. هما كانوا بيقطعوا كده، مفيش مبشره ومفيش حاجه اهو. ادي البصله بتتقطع ازاي وبسرعه يعني. اهي هما كانوا بيقطعوا كده، ما كانش بقى مبشره، كان في مصفى، ما كانش في خلاط. كان عندهم حياه بسيطه جدا، والله كانت يعني حاجه جميله. ولا كان ايديهم وجعانهم ولا حاجه. ده احنا كل الحاجه دي عندنا، كل الرفاهيات عندنا دلوقتي، وكل حاجه تعبانه. حتى العيال الصغيره بيكسلوا يجيبوا الغسيل من الغساله. كنا بنغسل نهار ما جبنا الغسالات العاديه دي كنا فرحانين بجد يعني. دلوقتي بيكسلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا البصله عايزاها مش عايزاها تحمر، هي يا دوبك بس تلون تصفري كده تدبل بس. خلاص هي كده بتدبل. احط بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا يعني ده ممكن يتحط ولا اللي هو ربع قرن فلفل احمر. على البوتاجاز احط بقى. شايفين دي بطاطسايه، اقلبها بس كده يعني، يا دوبك بس اغلفها بالسمنه والزيت، يا دوبك هتتغلف بس. هحط بقى بعديها خلاص كده يعني. احط الطماطمايه. عندك اقتراحين، ممكن تضربيها في الخلاط، هي طماطمايه واحده بس، وممكن تقطعيها صغيره زي ما انا عامله كده بس. البصلايه ما نحمرهاش، يا دوبك تدبل بس كده علشان تبقى مسكره. اكلهم كان جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا يا حبايب، سموا بس، انا مش عايزه اللوطه تتسبك. احط لهم كان جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا يا حبايب، سموا بس، انا مش عايزه اللوطه تتسبك. احط بقى التوابل. طبعا فلفل اسمر كمون، كانت دي توابلها بس كده. هعمل بقى؟ هحط الرز طبعا انا غسلاه. الرز المصري بياخد
من كوبايه وكوبايه وربع ميه. الرز المصري من كوبايه، كوبايه وربع ميه. الطماطميه دي انا مش عايزه رز بقوطه، لا، انا عايزه الرز يبقى لونه بامبا. هي طماطميه واحده بس، مش اكتر من كده، لا. الرز يبقى لونه بامبا. ده اسمه كشري البطاطس. كشري البطاطس ده كان روعه 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 بصراحه، كلنا بنحبه جدا. خلاص كده انا بغلي بس الرز. انا ما قطعتش الفيديو معاكم خالص اهو. غليت الرز بس كده بالزيت والسمنه. خلاص هو كده اتغلي. هعمل هحط ميه مغليه. الرز المصري من كوبايه، كوبايه وربع، يعني الكوبايه، وفي رز بياخد كوبايه وربع، يعني كوبايه الرز بتاخد كوبايه، واحيانا في رز بياخد كوبايه وربع بس كده. بقى هضيف الميه، ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه مغليه بس كده خلاص. واغطي الحله بقى كده وخلاص. يعني الرز كده هسيبه تلت ساعه بالظبط. انا مش هفتح عليه قبل تلت ساعه، انا مش هفتح عليه خالص. 5 دقايق وهوطي النار بس كده. واجي لكم بقى لما الرز يستوي. في خطوه بس انا عايزه اقول لكم عليها. انا بحب بحب احط شرايح كده. هي يعني مش بصوا، بحب احط شرايح كده، شرايح البطاطس على الوش بتستوي، تشرب منها، تبقى روعه قوي. بس كده للتزيين بس. اجيلكوا على الشكل النهائي. دلوقتي عدى تلت ساعه وانا بامانه ما فتحتش الحله. نفتح الحله بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. شايفين يا حبايب؟ شايفين الرز قد ايه مفلفل وجميل؟ وشايفين البطاطس اللي انا حطيتها حلوه ازاي؟ شايفين يا حبايب؟ شايفين الرز مفلفل وجميل ولونه بامبا ازاي؟ انا عايزه اوريكم بس اللون بامبا. عايزه اوريكم اللون بتاعه بامبا ازاي وجميل. طبعا هنيجي بقى على الشكل النهائي. شايفين الرز؟ شايفينه اهو؟ باين في الكاميرا؟ يا رب يكون باين اهو. لونه بامبا، مش بقوطه. نيجي بقى على الشكل النهائي. شايفين ده الشكل النهائي بقى للرز. وعايزه اقول لكم ان هو جميل جدا يعني. وشايفين الرز لونه لونه بامبا. وشايفين مفلفل ازاي؟ وشايفين البطاطس لونه بامبا جميل خالص. شايفين الرز؟ وادي البطاطس عليه كمان. بصوا شايفين البطاطس؟ هي زي ما هي مربعات اهي، بس تتك عليها كده بصوا تتهرس. بس هي طبعا بتستوي مربعات، ما بتتهريش اهي. بس تحطش كده عليها اهي، بتتهرس اهي. شايفين الرز قد ايه مفلفل كده وجميل اهو. ده بقى الرز الكشري اللي هو بالبطاطس. طعمه جميل جدا. جربوه يا حبايب، مش هتندموا. وان عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.